الذكاء الاصطناعي او الاي اي شات جي بي تي هم تقريبا اكتر حاجه عليه دوشه في النص السنه اللي فاتت لحد دلوقتي. ثوره كبيره جدا حصلت في العالم من ساعه ما شركه اوبن اي اي اعلنت انها فتحت الموديل بتاعها للتجربه، وطلع علينا شات جي بي تي ودال اي وميد جيرني، وبدانا نسمع عن الاي اي اللي هياخد مكاننا وهيقعدنا في البيت، وعن التولز العجيبه اللي بتعمل حاجات ما كناش نتخيلها في ثواني قليله. فانا اتظاهرت النهارده ومع اول حلقه فيديو مصوره من البودكاست، يعني معلش نسيت على التحالي هيتظبط مع الوقت، والكواليتي بتاعت الصوره والصوره تتظبط مع الوقت يعني. المهم، فدي قررت انها تبقى اول ومش هتكون اخر حلقه عن هذا الموضوع اللي انا شخصيا مهووس واي حد عارف يعني عارف عن الموضوع. هنتكلم عن ايه هو الاي اي، ايه شات جي بي تي ده، بيشتغلوا ازاي، معناهم ايه المصطلحات العجيبه اللي غيرتنا زي موديلز وديب ليرنينج وماشين ليرنينج وغيرها. هنتكلم طب ازاي انا كشخص عادي ماليش في الحوارات والقصص دي استفيد من هذه الثروه، وايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها علشان ما يفوتنيش قطر الاي اي. وهنتناقش في بعض العيوب والمشاكل الاي اي الحالي وتاثيره على الفنون وعلى الاخلاق وعلى الاسئله اللي بيثيرها عن الكرياتيفيتي والكوبي رايتس وغيره. وهنحاول سوا نجاوب السؤال المهم اللي كل الناس بعتت تسالوه لي لما قلت هعمل حلقه عن الاي اي: هل الاي اي جاي يقعدنا في البيت؟ هل هياخد شغلي؟ ايه تاثيره على سوق العمل؟ وهل المفروض اتفائل ان يبقى في تولز بتساعدني ان انا اعمل حاجات كنتش اقدر اعملها قبل كده، ولا المفروض اخاف على اكل عيشي واحس ان انا خلاص كده اقعد في بيتنا؟ جاهزين؟ يلا بينا. ايه بقى يا سيدي الاي اي ده؟ بص، تعال نفهم سوا الموضوع ده. انا حاولت على قد ما اقدر ابسط الموضوع تماما وما اخش في تقنيا كتير، وفي نفس الوقت احاول اشرح الموضوع بشكل يخليك فاهم بالظبط ايه البتاع ده. الذكاء الاصطناعي عامة هو فرع من فروع الكمبيوتر ساينس، تركيزه جاي على بناء أنظمة قادرة إنها تنفذ مهام في العادي كانت بتحتاج ذكاء بشري. حلو. الأنظمة دي بتتبني إزاي؟ بيتم بنائها عن طريق ألجوريثمات أو برامج معينة يعني مبنية على مجموعة من الرولز بتعلم الآلة تشتغل إزاي في موقف معين بشكل قدر المستطاع يحاكي الذكاء البشري جزئيا يعني. عشان نقول على برنامج أو آلة إنها ذكية اصطناعية لازم يكون فيها 3 حاجات. أول حاجة اسمها التعليم العام أو generalized learning، يعني بندي الآلة دي مجموعة كبيرة من المدخلات ونعلم تطبق ده على مدخلات جديدة. إزاي؟ يعني نعلمها مثلا إزاي تعد مهارة العد، اديها 5 تفاحات ونقول لها أنت لو اديتك 5 تفاحات 5 ايتمز تفاح، ده معناه الإجابة اللي أنا عايزها هي رقم 5. لو اديتك 4 برتقانات ده معناه أنا عايز تقول لي إن الإجابة إن عدد الأشياء دي 4. عن طريق بقى شوية تقنيات مش مهم تفهمها دلوقتي، في النهايه بتوصل انها تفهم فكره العد او انها تعد. فلو انت جبت لها 12 موزه وهي عمرها ما شافت الموزه قبل كده، هتفهم انه مطلوب منها تعد عدد الايتمز، وهتعد وتقول لك النتيجه ايكوال 12. فدي فكره الجنراليزد ليرنينج. تاني حاجه لازم تكون موجوده في اي سيستم عشان نقول عليه ذكي اصطناعيا هو الاستنتاج او القدره على الريزنينج او الاستنتاج. هنا بنعلم الاله انها تخلق علاقات منطقيه بين الاشياء اللي بتديها لها وتطلع باستنتاج معين. مثلا تديها مدخلات بتصرفاتك اليوميه، مع الوقت هي تفهم انه لو قلت لها انا لبست الجاكيت وحطيت الشنطه على ظهري تربط ده هي باستنتاج ان انت معناها انك خارج من البيت، كانك بتعلم طفل صغير. فدي تاني حاجه محتاجه تكون في سيستم عشان نقول عليه ذكي اصطناعي. والحاجه الثالثه بقى هي البروبلم سولفنج او حل المشكلات، وهنا بتعلم الاله انها عن طريق الحاجتين اللي فاتوا دول لو ما اتعلموه ازاي تحقق هدف او تحل مشكله معينه. فعن طريق بقى انه الريزنينج اللي هي اتعلمته والجنراليزد ليرنينج اللي دخلها قبل كده، انت تديها مشاكل وحلول وهي تفهم مع الوقت ازاي مشاكل جديده تحلها باستخدام اللي اتعلمته. فباختصار لو بقى عندك سيستم او ابلكيشن او آلة ما تم تدريبها على انها تتكيف مع مدخلات جديده، تستخدم المعرفه السابقه اللي عندها عشان تحلل المدخلات الجديده دي وتستنتج وتطلع بحل ينفذ الهدف المطلوب، نقدر نقول ان هذا السيستم يحتوي على ذكاء اصطناعي. طيب عمليات تدريب الآلة دي بقى بتحصل ازاي؟ بص يا سيدي، جوه الذكاء الاصطناعي كعلم في تقنيات كتيرة قوي والجوريثمات وستاتستكس ويعني ليلة كبيرة. المهم اشهر حاجة يعني فيهم، او ما اعرفش الاشهر فعليا ولا لا، بس يعني اكتر حاجة اسمها بنسمعها اليومين دول بسبب الاي اي هي الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. دول حاجتين جوه الاي اي. طيب ايه الماشين ليرنينج؟ الماشين ليرنينج ده طريقة بنعلم بيها الكمبيوتر ازاي يتعلم من الداتا، يعني زي ما نديله معلومات او انفورميشن كتيره هو يحلل الداتا دي عن طريق ان هو يلاقي باترنز او انماط متكرره وقواعد تحكم الداتا دي. وده شبيه بازاي احنا كبشر بنتعلم من تجاربنا.
الكمبيوتر ليرنينج بيستخدم ماشين ليرنينج عشان يتعلم من الامثله اللي انت بتديها له، اللي هي تجارب من وجهه نظره يعني. فكل ما تديله تجارب اكتر كل ما هو يعرف يلاقي انماط متكرره وقواعد اكتر، زي احنا زي كان في عقد التصغير بالظبط، كل ما بيعدل حاجات كل ما بيتعلم حاجات. يعني في نوع بقى من انواع الماشين ليرنينج وهو الديب ليرنينج، وده بيستخدم حاجه اسمها الارتفيشال نيورال نتوركس او الشبكات العصبيه الصناعيه. ده عباره عن ايه؟ باختصار هي شبكات بتاخد الداتا او البيانات تحولها لنودز او بشكل كده مصنوع بيحاكي اعظم نظام لتحليل وتمرير البيانات اللي احنا نعرفه، اللي هو النيورال نتورك بتاعتنا، العقل البشري. وبالتالي انت بتعيد ترتيب الداتا بشكل شبيه بطريقه شكل الداتا جوه المخ، وده بيسمح للآلة ان هي تطور تعليمها بشكل كبير وتتعلم حاجات معقده كان زمان ما تقدرش تتعلم، زي انها تريكوجنايز الصوت، انها تفهم الصوت وتفهم الصوره، اللي هم حاجات بتحتاج كم داتا كبير قوي مطلوب تحليله في مده قصيره. كل ده عامه مش جديد وموجود بقاله كتير. حلو. فكره الديب ليرنينج والماشين ليرنينج طبعا اتطوروا مع الوقت، بس الكونسيبت بتاعتهم موجوده من الستينات تقريبا على المصفر والسبعينات. المهم، ايه بقى اللي اتغير وعمل قفزه جديده اليومين دول ودخلنا في الليله اللي احنا فيها دي؟ حاجتين. اول حاجه، في ورقه بحثيه نزلت في 2017 على ما اذكر، طورت ديب ليرنينج موديل جديد اسمه ترانسفورم، وده اللي هو رمز التي في كلمه شات جي بي تي. ايه الطريقه دي او إيه الطريقه بتاعت الديب ليرنينج دي؟ ايه المميز فيها؟ بص، في حاجه اسمها ناتشورال لانجويج بروسيسنج، او ما اعرفش ترجمتها ايه بالعربي، بس هي الطريقه اللي الكمبيوتر بيفهم بيها الكلام المكتوب بشكل عادي، بشكل شبهنا برضه كبني ادم. بيعمل ايه؟ بيقطع الكلمات وبيربطها ببعض، وعن طريقها يفهم انت تقصد ايه ويديك اجابه. اوكي، يعني انت تقول له انا اريد ان اشرب، وهو ياخد انا، يفهم ان ده فيرب بيشير للشخص، واريد ده فيرب تو بي، واشرب ميه يبقى انا اريد ميه ايكوال، يبقى الشخص ده عايز يفهم من ده انه عايز يشرب. حلو. الطريقه دي او الطريقه القديمه للناتشورال لانجويج بروسيسنج كان ليها عيوب كتير. ايه هي او ايه العيب الرئيسي؟ انها ما بتفهمش الكمبيوتر، ما بتسمحش للكمبيوتر قوي يفهم سياق الكلام، والجمله كل ما تطول كل ما مساحه انه يفهم هو بيدي وزن او بيفهم اكتر اخر كام كلمه، فما كانش بيفهم سياق الكلام على بعض، فده كان مخلي التطور في الحته دي بحث. لغايه ما ظهرت وسيله اكثر كفاءه اللي هي ترانسفورم. مش عايز اطول في تفاصيلها يعني، بس خليني اقول لك ان هي علمت الآلة مش بس تكسر الكلام لحتت، إنها حسب شكل الجملة تدي وزن لكل حتة في الجملة حسب إيه؟ حسب السياق. وبذلك الآلة بقت قادرة تفهم أكتر معنى والشفرة اللي أنت بتكتبه. ده أدى تطور كبير من الحتة دي. فده أول سبب. السبب الثاني بقى هو البيج داتا. إيه البيج داتا ده يا أستاذ محمد؟ ده كل اللي فات ده من غير داتا عشان تعلم الآلة ملوش معنى. فهو كنت أنت بتقعد تعمل بتقعد عشان تتجمع داتا سيت تتعلم بيها ماشينز عشان يبقى عندها اي اي. ما كانتش الداتا اللي موجوده كبيره، لكن مع بقى شركات عملاقه زي جوجل ومايكروسوفت وغيرها عندهم داتا عملاقه جدا، بتتكلم في مليارات الجيجا بايتس يعني. بقى الموضوع عامل زي، تخيل ان انت كانسان فجاه بقى ليك اكسس على خبره في مجال ما 1000 سنه، لقيت بقى دخلت كده جوه مخ. فاكرين فيلم ماتريكس لما جابوا نيو ووصلوا دماغه انه يتعلم جيتسو؟ تخيل ان انت مثلا ليتس ان انت واحد بتلعب مزيكا، دخلنا في دماغك 1000 سنه من المقطوعات الموسيقيه، ففجاه شطارتك في المجال دي بقت خياليه. حتى لو افترضنا ان انت ذكائك مش كبير، ذكائك عادي، في ابتدائي اذكى منك بكتير، بس انت عندك كم خبره بقى. فده فوجود هذه البيج داتا مع كمان تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بقى ده انتج لنا بقى انظمه مبهره قادره انها تعمل اللي انت بتعمله. زي طبعا ان اوبن اي اي، ودي شركه اللي انا فاكره يعني اللي فيه من ضمن المستثمرين فيها ايلون ماسك، وبعد كده دخلت مايكروسوفت. لما زقت يعني المودلز الكبيره الثانيه، جوجل عندها موديل ومايكروسوفت وكذا شركه ثانيه كبيره عندها موديلز، بس ما كانوش مستعجلين في هم ينزلوهم للسوق. بس لما اوبن اي اي زقت الموديل بتاعها للسوق، بقى كله فجاه حاسس بالمنافسه وبيحاول ايه يزق نفسه انه ينزل هو كمان، ففجاه بقى لينا اكسس على كل الكلام الجميل ده. طيب ده اي اي بشكل عام. حلو، انا قلت بس عشان افهمك ايه الفرق. بس تعالى بقى ايه، نشرح لحديث الليل اللي هو شات جي بي تي بقى ده.
اللي هو البتاع اللي شكله ذكي جدا ده، وشكله وانت بتتكلم معاك كانك بتتعلم مع واحد صاحبك، ده بيشتغل ازاي وايه فكرته؟ بص، عشان تفهم شات جي بي تي بيشتغل ازاي هشرح لك حاجه ثانيه خالص. لما تفهمها هنقلها شات جي بي تي هتفهم الفكره احسن. هشرح لك شيء شبيه، يعني هشرح لك حاجه زي ميد جيرني او دالي، اللي هي برامج الذكاء الاصطناعي اللي بتحول البرومت او التكست لصوره. عارفها تولز اكيد انت عدت عليك في الفتره الاخيره دي، الحاجات اللي انت تخش ممكن تكتب لها انا عايز صوره سلحفاه تاكل خس، هوب طلع لك صوره سلحفاه تاكل خس. لو فهمت ده بيشتغل ازاي، لان ده حاجه فيجوال فهتبقى اسهل في الشرح لما انقل شات جي بي تي هيبقى اوضح. بص معايا، زي اللي شرحناه فوق، الموديل دي بتشتغل ازاي؟ داتا عملاقه، ملايين او ملايين من الداتا. ديب ليرنينج موديل بيعلم الموديل ده بناء على الداتا، وبعد ما يتعلم كانه تقدر تديله مدخلات جديده ما شافهاش قبل كده يطلع لك نتيجه مقبوله. حلو. وفي حاله بقى التكست تو ايمج ده بيحصل ازاي؟ بص، انت دخلت للموديل ده داتا عملاقه ملايين الصور، والداتا دي ليبلد او عليه كتابه وصفها، يعني انت اديته صور موز وكتبت له دي موزه، صور تفاح قلت له ده تفاح، صور قطط قلت له دي قطه. فانت لما تديله صوره قطه فهو بيتعلم باي تايم عن طريق بقى الديب ليرنينج موديل ده انه يستنتج ان لو جات صوره فيها مواصفات القطه كان ده اسمه قطه. اوكي. هنا بقى في غلطه كبيره قوي قوي، يعني وقع فيها ناس كتير من الناس اللي مهتمه بالمجال. واكشن سمعت بودكاست اجنبيه حتى كنت فاكر يعني الموضوع ده في المنطقه العربيه بس، بيقولوا كلام يعني مرعب عن يعني مرعب تجاهله على المودلز دي ازاي بتشتغل، والناس مش فاهمه المودلز اللي من النوع ده بتشتغل ازاي. خليني اقول الغلطه اللي انا شفت الناس بتعملها وبعدين بقى اشرح لك ايه اللي بيجرى. الناس متخيله ان انت لو رحت مثلا لميد جيرني او دالي او اي حاجه موديل من اللي هو بتديله تكست يرسم لك قطه ده، وقلت له ارسم لي مثلا صوره قطه شايله ومزق مثلا، فان اللي بيجرى ان هو بيعمل كولاج، يعني ان هو بيخش على الداتا العملاقه اللي عنده يدور على صوره قطه وصوره موزه وبشكل ما يدمجهم مع بعض ويطلع لك صوره قطه شايله موزه. غلط تماما تماما، مش ده اللي بيحصل على الاطلاق. النتيجه اللي بيطلع من الموديل اوثنتيك، مصنوعه بالكامل. الداتا اللي داخلاه ما بيستخدمش حرف منها في المنتج النهائي. الداتا اللي داخله مش الهدف منها اطلاقا يستخدمها في خلق النتيجه. الداتا دي هدفها انه يتعامل بس ازاي؟ بص يا سيدي، ما بين الداتا والاوتبوت حاجه كده في العلم ده اسمها الليتنت سبيس، يعني داتا ليرنينج موديل ليتنت سبيس اوتبوت، ده اللي بنتعامل فيه الموديل. خلينا افهمك ده بيشتغل ازاي. بص، تعالى انسى الموديلز دلوقتي، تعالى انا وانت بنتكلم مع بعض. تخيل ان انا عايزك انت شخص على افتراض انك عمرك ما شفت لا موز ولا تفاح قبل كده. حلو. فانا عايز اعلمك، اعتبر ان انت طفل صغير، اعلمك الفرق ما بين الموز والتفاح. حلو. فهعمل ايه؟ اقعد اوريك شويه موز وشويه تفاح باشكال واحجام مختلفه. مع الوقت عشان انت مش غبي هتبتدي تفهم انه اول علامه سهله تفرق بيها بين الاثنين اللون. لو الحاجه اللي وريتها لك لون احمر هتقول بس غير كفايه يا باشا، لو اللي وريتها لك لون اصفر هتقول ده موز. فدي اول طريقه مخك هيطورها عشان يفرق بين التفاح والموز. طب افرض بعد شويه قمت جايب لك موزه وتفاحه صفراء، دي تفاحه صفراء بس انت برضه ما تعرفش ده، مش شفتوش قبل كده، قاطع. ليه؟ لان اللون ما بقاش كافي بالنسبه لك للتفرقه ما بين الاثنين. فانت في الاول كان عندك دايمنشن واحد بتبص عليه انه عامل خط كده، لو بقى احمر تفاح او درجات الاحمر يبقى تفاح، اصفر يبقى موز او درجات اصفر يبقى موز. فجاه ده ما بقاش كافي، فبقيت محتاج تحط دايمنشن تاني. هتقول الاستداره، هنزود الاستداره مثلا، هتقول لو الحاجه دي فوق هنا مدوره وتحت مش مدوره، لو مدوره تبقى لو مدوره وصفرة تبقى موزه، لو مدوره وصفرة تبقى تفاحه، لو مش مدوره وصفرة تبقى موزه. بس انت لسه ما شفتش موزه احمر، فمدوره قصدي مدوره حمراء بقى مش معنى بالنسبه لك. فاهم؟ يعني يبقى عندك حاجتين تبص فيهم، بقى محتاج تبص على استداره الحاجه اللي قدامك ولونها عشان تحدد دي تفاح ولا موزه. طب افرض بعد شويه قمت جايب لك تفاحه مطوله كده شكلها زي الموز، عارف مفيش حاجه اسمها كده بس يعني امشي معايا عشان تفهم اللي بيحصل. هتحصل هنحتاج ساعتها نزود معامل ثالث يسمح لك تميز بين التفاح والموز،
تعالى نفترض ان انت كانسان هتقول انه المعامل ده هو التاتش، لما تلمس التفاحه تلاقيها طريقه ناعمه كده جدا، لكن الموز مش ناعم. فمهم فتقعد تطور، كل ما دخل لك حاجات اكتشافها تقعد تطور معاملات مختلفه للتمييز بين التفاحين، وكل ما تديك داتا اكتر عن الموضوع او متداخله اكتر، كل ما تطلع بعوامل او فاكتور دايمنشنز جديده تحدد الفرق بيها ما بين الحاجتين دول. احنا كبشر اخرنا في الادراك 1 2 3 دايمنشن. الموديل قادر يوصل ل 500 دايمنشن او اكتر، يعني الدالي مثلا بتاع اوبن اي اي بيفرق ما بين الحاجات ب 500 دايمنشن. فالموديل او في النهايه بتوصل لاسنس، الاسنس ده احنا ما نعرفوش ومش مهم ايه هو، بس الموديل بقى قادر بشكل ما من خليط الدايمنشنز ده يوصل لاسنس ما هو تفاح واسنس ما هو موز. فانت بقيت لو جبت له اي تفاحه ايا كان شكلها، خليط العوامل اللي عنده يسمح له يطور او يفهم يعني ايه تفاحه، وخليط العوامل اللي عنده يخليه يفهم. طبعا كل ما زي ما قلنا كل ما الداتا بقت اكتر، كل ما بقى قدرته على الفهم. فاللي بيجرى هنا انه لما بقى تديله كم الداتا ده بيبتدي يفهم كل الكونسبتس دي، بيفهم يعني ايه تفاحه وشكل التفاحه المفروض يبقى عامل ازاي، يعني ايه موزه شكل الموز عامل ازاي، يعني ايه قطه وشكل القطه عامل ازاي. وبالتالي لو طلبت منه يرسم تفاحه، هو مش محتاج يبص على الداتا ويجيب لك صوره تفاحه من جوه، هو فاهم يعني ايه تفاحه. وزي ما انت كانسان بعد ما فهمت يعني ايه تفاحه من كتر بتشوف تفاحه حياتك، لو طلبت منك ترسم تفاحه مش هتقول لي هات لي تفاحه من جوه بسطها قدامك كده عشان ترسمها، هترسمها من دماغك على طول، من فهمك للتفاح شكله ايه عامه. والتفاحه اللي انت ترسمها مش هتبقى شبه اي تفاحه انت شفتها قبل كده بالحرف، لكن تبقى بشكل عام شبه التفاح. ده الطريقه اللي بيشتغل بيها الموديل، هو فهم يعني ايه تفاح، فهم يعني ايه موز، فهم يعني ايه قطه. فلما انت تقول له قطه شايله موزه، هو بقى فاهم يعني ايه قطه، بقى فاهم يعني ايه قطه شايله حاجه، بقى فاهم يعني ايه موزه، فيقدر يرسم لك تفاح قطه شايله موزه. دي الطريقه اللي بيشتغل بيها الموديل اللي بيتكست الصور. فبتكتب له حاجه هو بقى فاهم الكلمات اللي بيرسم على اساسها، زي كانه انسان بالظبط بشكل ما يعني. لكن ما هوش كولاج، ما هوش بيجيب صور ويستخدمها. عشان كده خناقه الكوبي رايتنج دي يعني كبيره شويه، ما مش ببساطه انه اصل الاي اي بياخد الصور الكوبي رايتد ويستخدمها، لا الموضوع مش كده. المهم اتمنى تكون ايه الفكره دي. تعالى بقى نرجع لشات جي بي تي. شات جي بي تي ده حاجه اسمها لانجوج موديل. يعني ايه لانجوج موديل؟ يعني موديل هدفه فهم وتكوين لغه. هو موديل مختص باللغه، زي ما دالي او ميد جورني دول اسمه ايه ده ايمج موديل. حلو. فهو زي مع كم عملاق من الداتا في الرسم اتعلمت يعني ايه تفاح يعني ايه موز، اللانجوج موديل بقى مع كم عملاق من الداتا اتعلم يعني ايه كلمه، يعني ايه جمله، يعني ايه ناون، يعني ايه فيرب، يعني ايه صفه، يعني ايه تشبيه. فبقى مع الوقت اتعلم ازاي يكون جمل كامله ومفهومه، وفاهم وقادر انه يفهم معنى الكلام اللي انت بتديهوله وتكوين الجمله وازاي اكون جمله سليمه. مش بس كده، عارف الاوتو كوريكت؟ كوريكت انت بتستخدمه على موبايلك. الاوتو كوريكت بيشتغل ازاي؟ عنده حاجتين، عنده ديكشنري كبير كده بناء على الظروف اللي انت بتكتبها، هو بيتوقع الكلمه اللي انت تقصدها بناء على احتمالات الكلمه دي في اللغه الانجليزيه. معروف انك لو كتبت تي اتش يبقى بنسبه 90% مثلا الحرف الجاي اي، فتلاقيه هو كاتب لك مديك اختيار الاي اول حاجه، وبعد كده ثاني اختيار اللي هو الذات مثلا، فيحط لك حرف الاي تاني اختيار. وبناء على وكل ما انت بتستخدم الاوتو كوريكت ده اكتر، هو بيبتدي استخدامه يتحسن. ليه؟ لانه بيبتدي يضيف لمعرفته مش بس احتمالات الجمله دي في اللغه الانجليزيه، لا احتمالات الجمله دي بناء على اسلوبك انت شخصيا بتستخدم ده ولا ذات اكتر مثلا. ده باختصار كده هي كونسبت الشات جي بي تي. هو بيعمل نفس الفكره، هو بيعمل حاجه اسمها كومبليشن او اكمالي. انت حاسس ان الشات جي بي تي انت بتساله وهو بيرد عليك، لكن اكشلي الشات جي بي تي مش بيرد عليك. شات جي بي تي كمل كلامك، هو كانه اوتو كوريكت عملاق. فانت لما بتكتب حاجه بناء بقى على الداتا العملاقه اللي هو اتعلم عليها، هو بقى عارف انه يقدر يتوقع بناء على المكتوب والسياق ده ايه اكتر كلمه متوقعه فيكي بعد اللي انت كاتبه احتماليا، فيقوم كاتبها وبعدين اللي بعدها وبعدين اللي بعدها. فانت مثلا لما تكتب عاصمه مصر هي، وتدوس انتر في شات جي بي تي او يعني بالانجليزي طبعا، هو بناء عليه يتعلمه فهم انه 90% من الوقت لما بتكتب عاصمه مصر هي بتبقى الإجابة أو بقية الجملة هي القاهرة، فهو كمل الجملة بتاعتك، هو مش جاوب سؤال عاصمة مصر إيه. فهمتوا الفكرة؟ أنت حاسس إن ده مش منطقي، بس لأن كم الداتا خيالي، فهو قادر فعليا يعرف بقية الجملة المفروض تتكلم إزاي. بالصدفة
تاني مره على التوالي الموضوع ده يحصل. الدحيح لسه برضو وانا بعمل البودكاست هو منزل حلقه ليها علاقه عن شات جي بي تي، زي ما انا وانا بعمل حلقه الحب كان هو منزل حلقه عن الدوبامين. فهو استخدم فيها مثل لطيف عجبني قوي، شوف الحلقه بتاعته لطيفه جدا عن موضوع شات جي بي تي ده. هستخدم الاكزامبل بتاع عشان افهمك برضه هو استخدمه. وبيقول لك لو انت اديت الموديل اللي انت بتمرنه ده، الداتا اللي انت اديتها له كانت صفحه الدحيح على ويكيبيديا بس، صفحه حاجه الدحيح ما اديتوش حاجه ثانيه، فانت لو بتكتب احمد بناء على الداتا اللي عنده، الكلمه المتوقعه او الاكثر احتمال ان هي الغندور، لانه هي الداتا اللي بتمديها له على الدحيح هو اكتر. كل ما اشوف كلمه احمد اغلب الوقت بيجي وراه كلمه الغندور، فهتبقى دي النتيجه لو انت كتبتها. لكن لو انت مدربه مثلا على روايات ما وراء الطبيعه بتاعت دكتور فتحي توفيق، لو انتم او يعني بعض المستمعين ما يعرفوش، فانت لو جيت كتبت احمد بنسبه كبيره هيكمل لك خالد توفيق، لانه دي الداتا الاكثر او ده اكثر احتمالا بناء على الداتا اللي انت مرنه عليها. فتخيل بقى على مستوى اوسع، انت ممرنه على بلايين البلايين من الداتا من كتب وصفحات انترنت، انك داتا بيس خياليه. هو بقى عنده نسبه دقه عاليه جدا جدا، انك لما تكتب حاجه يكملها بشكل ممتاز، وبالتالي بالنسبه لك ده يبدو شخص فهم كلامك ويرد عليك. طيب هل شات جي بي تي خلص على كده؟ لا، اللي انا قلته ده كله ينطبق على اي لانجويج موديل. المرحله الاضافيه اللي اتضافت لشات جي بي تي وخلته اكثر فشاخه من اغلب المودلز الشبيهه حاجه اسمها سوبرفايزد ليرنينج. ايه السوبرفايزد ليرنينج؟ انه بعد ما خلصنا التدريب والتجربه ما خدناش الاوتبوت وهو ده اللي ادينا للناس، لا دخلنا على عشان التدريب ثانيه اسمها سوبرفايزد ليرنينج، اللي هي انه بيتعلم من البشر او بيتعلم بس ايه بنتريك. يعني ايه؟ يعني بنقعد نديله مدخلات نشوف الاجابات اللي بتطلعها. بس المختلف هنا انه الاجابات اللي بتطلع او النتائج اللي بتطلع مش بناخدها زي ما هي، لا في بقى اوبشن بني ادمين بيصحوا يقولوا له لا النتيجه اللي انت طلعتها دي مش عاجباني، كان المفروض تكون كذا، او لما حد يقول لك كذا المفروض انت تروح تعمل كذا. فاديته شويه رول. ليه؟ الهدف من ده ايه؟ اولا عشان تحسن وتطور الاداء، لان ما زال هيفضل فيه ايرورز. ثاني حاجه ودي طبعا نقطه مهمه قوي، انه زي ما انتم شايفين شات جي بي تي يحاول يبقى محايد. يعني انا طلبت منه مثلا تقول له اشرح لي ازاي اعمل قنبله في البيت، مش هيرضى يقول لك لا انا اتعلمت يا باشا ان دي الشغلانه دي، انا ما اقدرش اجاوب على سؤال زي ده، لانه ده جزء من السوبرفايز ليرنينج اللي عدى بيه. اولا عشان يحسن الاوتبوت بتاعه، وثانيا علشان يقلل الكونتروفيرسي اللي هو ممكن يطلعها بناء على الانجازات المتضمنه في الداتا، اللي هي حاجه ما نقدرش ما نقدرش ان احنا يعني نتجنبها تماما، يبقى في حيازات جوه الداتا. فطبعا مهما عملنا، بس طبعا مهما عملنا مفيش 100%، يعني ما زال نفكر في المبرمجين طول الوقت في لعبه انهم يطوروا اساليب ازاي يضحكوا على الموديل ويخلوها تتخطى الليميتيشنز اللي حطها اوبن اي اي ويجاوبهم على اي حاجه هم عاوزينها. وتقوم اوبن اي معدله الموديل عشان تقفل عليه الجواب ورايح جاي رايح. وعامة اللعبه انا من وجهه نظري مفيده جدا، ان الناس تكسر الموديل وشركه تصلحه وتكسر الموديل وشركه تصلحه، ده بيحسن الموديل اكتر واكتر، وبيخلي الناس اللي شغاله على الموديل تتعلم اكتر هي محتاجه تعمل ايه، والبشر هيتعاملوا معاه ازاي ويفكروا ازاي. فعايز تعرف اكتر عن ازاي تفتحه، افتح ريدت واكتب على TAN شات جي بي تي، مش هو اكتر من كده عشان مش متاكد ان انا مبسوط ان انتوا تعرفوا معلومه زي دي، بس كل واحد مسؤول عن نفسه يعني ديسكليمر. المهم بكده نكون خلصنا الحته العلميه والتقنيه المتعلقه بشات جي بي تي. طب باختصار شديد كده هنعيد كل القصه دي بسرعه تاني. شات جي بي تي بيتعلم زي البني ادم الصغير، كانك انت طفل قعدت تديله حاجات فهمه كل حاجه معناها ايه، كل حاجه معناها ايه. دي يا بابا حبيبي دي اسمها موزه، ودي اسمها موزه، ودي اسمها موزه، ودي اسمها موزه، دي تفاحه ودي تفاحه ودي تفاحه ودي تفاحه، ده ما اعرفش ايه، ده ايه وده ايه وده ايه. فباي تايم انت بتبتدي تتكون خبرات وتكون مهاره تسمح لك ان انت تفهم الكلام وتفهم الصور وتفهم الاشياء دي، بحيث ان انت لما انا اديك بقى حاجات انت ما شفتهاش قبل كده بناء على ان انت اتعلمت تطلع او تكمل الجمله بطريقه جديده. او بالمناسبه بقى اللي انا نسيت اقوله لكم يعني الشرح اللي انا شرحته ده كله هو نتيجه نقاش مع شات جي بي تي عن ايه اسهل طريقه اشرح بيها الموضوع ده للناس مش متخصصه. فباختصار اللي حصل دلوقتي ان شات جي بي تي عن طريقي شرح لك ايه هو شات جي بي تي وبيشتغل ازاي. حاجه كمان بالمناسبه، اوتلاين الحلقه كله معمول بشات جي بي تي. شرحت له ان انا عايز اعمل حلقه بتتكلم عن كذا وكذا وكذا وتشرح له وتعرف الناس ايه، طلع لي اوتلاين استخدمته في بناء هذه الحلقه. وبالمناسبه دي تقريبا 5 حلقه الاوتلاين كله معمول يعني استخدمت شات جي بي تي عشان يساعدني في تكوين الاوتلاين بتاعها. وده احسن مدخل من وجهه نظري
للفقره الجايه اللي هنتكلم فيها بقى عن ازاي الاي اي وشات جي بي تي والتولز المختلفه بتستخدم الذكاء الاصطناعي قادره انها تساعدك حتى لو انت مالكش قوي في التكنولوجيا والتقنيه ومش فاهم شغال ازاي، انك تعلي انتاجيتك وتساعدك على تحسين حياتك. جاهزين؟ يلا بينا. الحقيقه ده كان اصعب جزء في التحضير. نسيت اقول لكم حاجه. شات جي بي تي 4 هينزل في نص مارس، وده هيبقى مرعب اكتر من شات جي بي تي 3 لانه هيبقى جوه نفس الموديل قادر يفهم ويخرج تكست وصور مع بعض. كميه الداتا اللي بنتمرن عليها اكبر بكتير من شات جي بي تي 3. فيعني انا متحمس جدا ومستنيه جدا ينزل. المهم، ليه ده كان اصعب جزء في التحضير بالنسبه لي؟ لان فكره ان اقول لك بس على 10 حاجات تقدر تعملها بالاي اي او شات جي بي تي او تولز مشابهه حاجه صعبه. يعني انا اقدر اقول لك 100 بكل سهوله، بس الصعوبه كانت ان انا اختار 10 بس. فالحقيقه الفكره اللي جات لي وهنفذها يعني بعد ما الحلقه دي تنزل، اني هكتب ارتكل عن 100 حاجه تقدر تعملهم بالاي اي كشخص عادي ملوش في التقنيه، يسهلوا شغلك وحياتك ويريحوا تاسكات ممله متكرره بتعملها ويحسنوا ادائك في تاسكات ثانيه. وبعد ما اكتب الارتكل ده هضيفه للشو نوتس بتاعت الحلقه عشان في المستقبل لما الناس تيجي تشوف الحلقه تقدر تشوف تحت كمان لينك الموضوع. وبالمناسبه حطيت لكم في الشو نوتس برضو 3 فيديوهات ظريفه جدا شفتها. متخيل ان لو انت عايز تفهم اكتر الاي اي بيشتغل ازاي وشات جي بي تي بيشتغل ازاي اتفرج عليهم هينفعوك. وما تكتبوش ورايا اسامي اي تولز انا هقولها، ركزوا معايا. انا هحط لكم التولز كلها في الشو نوتس بتاعت الحلقه او في الديسكربشن بتاع الحلقه دي لو انت شفت على يوتيوب شوف على رواقه بعدين. بس قبل ما ابدا في ال10 حاجات هقول لك حاجه لذيذه عن تحضير الحلقه. المزيكا اللي دخلنا بيها الفقره دي سمعتها او اللي انت سامعها دلوقتي جس وات معموله بالاي اي. استخدمت تقول اسمها اي اسمح لك تخلق مزيكا بالاي اي. رايقه صح؟ بالمناسبه البودكاست بتاعي لو انت يعني دي مش اول حلقه ليك، كل حلقات البودكاست ليها بوستر، والبوستر ده او في حتى بوستر لاسم البودكاست ده كل ده معمول ببيجير اللي هو اي اي ارت جنريتور. واستنوا قريب هعمل حلقه عن الاي اي ارت لان الموضوع ده يعني واكل دماغي. مش بس كده، صوتي اللي انتوا سامعينه ده ما تقلقوش ده صوتي عادي. يعني كنت صراحه عايز استخدم تول من التولز اللي بتعمل فويس كلونينج واخدعكم بان انا اشغلها بصوتي، بس لسه المعلومات العربي مش قد كده فما لقيتش اعمل. بس الساوند اديتنج اللي موجود على في الحلقه اللي هو لسه مش احسن حاجه، هيتحسن عن كده، بس بنستخدم فيه برضو اي اي تول تساعدني على تحسين الصوت لان انا مش شاطر قوي. ده غير زي ما قلت لكم الاوت لاين والسكريبت الجزء الاول كله من الحلقه معمول بشات جي بي تي. في العاده انا بكتب السكريبت بنفسي بس بستخدم شات جي بي تي في الريسيرش وفي ان اطلع اوت لاين الحلقه، بس قصدت ان السكريبت بتاع الجزء الاولاني يبقى كله معمول بشات جي بي تي. بس طبعا نترجمه يعني مش هو بالعربي برضو على قده. جاهزين بقى ل 10 حاجات؟ 10 حاجات روشه تعملها بالاي اي، وهحاول انوع 10 حاجات شبه بعض كتير عشان اكبر عدد يستفيد. ومش هجيب غير سيره تولز استخدمتها بنفسي. اول تولز حاجات مفيده في الشغل الاول. حلو. كريسب دي تول فشيخه جدا بتنزلها على اللابتوب، ولما بتشغلها بتعمل اوتوماتيك نويز ريدكشن في الاتجاهيه، بتحسن كواليتي صوت المايك بتاعك. واكشن انا بستخدمه وانا بسجل الحلقه دي، وتشيل كمان الدوشه اللي جنبك، وكمان من الصوت اللي جاي لك تحسنه عشان تسمعه بكواليتي احسن. فدي في الميتنجز اونلاين خاصه الناس اللي بتشتغل دلوقتي عظم. الفيرجن المجانيه بتديك 90 دقيقه يوميا ببلاش. فانا سو فور يعني عاده ما بخشش ميتنجز اكتر من 3 ساعات في يعني سوري ساعه ونص في اليوم. يعني ما بحاولش ميتنجز اكتر من كده في اليوم، فممكن اكتفي بالفيرجن المجانيه. تاني تول هي انبوكس برو، دي برضه تول مجانيه لطيفه جدا للايميل. بص يا معلم بقى دي بتعمل ايه؟ دي بتركبها على جيميل، يعني تخش تعمل لها تركبها على جيميل، بتدخل الاي اي بتاعك في الايميلات. ازاي؟ بتدخل لك زراير كده جديده جوه الجيميل، بدوسه زرار يلخص لك ايميل طويل ويعمل لك سمر، بدوسه زرار يكتب لك رد بناء على المكتوب في الايميل وتقدر تعدله او تقول له حسن اللغه حسن التون. رهيب. كمان بتربطه بجوجل كالندر ويرتب لك الكالندر اوتوماتيك بكل جمدان. وفي يعني لو انت شخص بيستخدم الايميل كتير والكالندر وعنده ميتنجز كتير، التول دي مكياله بجد. يعني استخدمها سبيشالي انا اكتب فورمال ايميلز سايد لاين.
بالنسبه للكتابه في 1000 مليون تول للكتابه، وقريب برضه انا عايز اعمل مقارنه بينهم يعني. بس خليني برضه اقول لك شخصيا على الثلاثه تولز اللي انا استخدمتها وبحبهم، يعني دول اللي انا احيانا بطلع غير تشات جي بي تي. مثلا تشات جي بي تي كرايتنج تول، بس الثلاثه اللي تولز مخصوصه يعني بتاعت الرايتنج. كويل بوت تول رايقه جدا في الريفريزنج بالذات، انا اقول له عيد صياغه الجمله دي بشكل مختلف. رايتر ورايتر برضو عنده تمبلتس مختلفه، طرق مختلفه من الكتابه، وهو سو فار هو المفضل عندي من اللي انا جربتهم، بس انا لسه ما جربتش حاجات كافيه يعني. ولو انت عندك نوشن اي اي، نوشن اي اي رايق جدا برضه. وفي بالمناسبه بالعربي برضه كاتب انا بصراحه ما حبيتهوش قوي يعني، مش عظيم من وجهه نظري، بس يعني هو التول الوحيده اللي عندها اي اي بالعربي مقبول يعني. انا شات جي بي تي مفترض عنده عربي، بس العربي بتاعه ضعيف جدا. كل الحاجات اللي جربتها فيها عربي على ده تماما يعني، فهو كاتب يعتبر افضلهم، بس ما زال نص من وجهه نظري الشخصيه. في البرزنتيشنز، ازاي تعمل برزنتيشن باستخدام اي اي، عندك اثنين مشهورين قوي. تومي تومي ده اشهر واحد واكثرهم ابهارا، ده بيسمح لك ان انت تكتب برومبت تكست. هقف لحظه كده اشرح لكم الاول يعني ايه برومبت، عشان الموضوع ده مهم، وانا حتى مش كاتب ده في سكريبت، بس فكرت دلوقتي ان دي حاجه لازم اشرحها. البرومبت، بصوا الاي اي حاليا في حاجه اسمها ان انت علشان تطلع منه منتج كويس محتاج تتكلم مع الموديل بلغه الموديل يفهمها، ودي اللي بنسميها البرومبت، اللي هو التكست اللي انت بتكتبه للموديل، اللي هو انك تقول للموديل يا موديل انا عايزك تطلع لي صوره قطه شايله موزه. لو مجرد انك كتبت قطه شايله موزه ممكن يطلع لك صوره مش قد كده. عشان تطلع الصوره حلوه محتاج تكتب حاجات معينه باسلوب معين بطريقه معينه. ليه؟ لانه هي دي الطريقه اللي الموديل بيفهم بيها. الشغلانه دي او الليله دي القصه بتاعت الكتاب دي اسمها برومبتنج، او انك تكتب برومبت. وفكره انك تظبط البرومبت علشان يطلع كواليتي حلوه من الموديل اللي انت بتتعامل معاه، لان موديلز كتيره، اسمها برومبت انجينيرنج. ابتدت تظهر في الاونه الاخيره البرومبت انجينيرنج كمهنه، يعني ابتدى يبقى في ناس شغلانتها انها تبقى برومبت انجينير، علشان هي بتعرف تكتب برومبتس محترمه او برومبتس بشكل معين بناء على فهمها للموديل عشان تطلع منه احسن نتائج ممكنه. وفي ناس بتتكلم على ان دي شغلانات المستقبل، وانا شخصيا كنت شايف كده. ولكن لما سمعت اكتر من انترفيو لسام التمان اللي هو الراجل اللي عامل السي او بتاع اوبن اي اي، الحقيقه هو قال حاجه ظريفه قوي، انه البرومبتنج عامه هو بج مش فيتشر. يعني ايه؟ يعني احنا ما زلنا بنحتاج نكتب برومبت ذكي وموظف بشكل معين وانجينير عشان نطلع نتيجه كويسه، نتيجه ضعف المودلز اللي موجوده حاليا. فدي بج، دي مش فيتشر. فباي تايم ومع تحسن المودلز الاحتياج للبرومبت انجينيرنج ده هي. طب هل تعرف ان ملوش ازمه؟ لا، في الوقت الحالي لازم تتعلمه، مهم جدا في سبيل انك تطلع نتائج كويسه من المودلز. البرومبت انجينير مهم، وانا شايف سكيل كل واحد محتاج يضيفها لنفسه في الشغل. ولكن شغلات البرومبت انجينيرنج دي ممكن تطلع الفتره دي وتشتغل شويه، ولكن مش هتطول. بعد فتره هتبتدي مع تطور المودلز البرومبت انجينيرنج دي هتموت. فهي سكيل هايله انك تضيفها للسكيل سيت بتاعتك، لكن مش شغلانه هتنفعك على انك ممكن تكون في دعم في الشغل. فده برومبت. المهم بقى نرجع للموضوع بتاعنا. تومي اللي هو اللي قلت لكم الاله اللي بتعمل التول اللي بتعمل برزنتيشنز، دي اروش واحده. دي بتكتب لها بس كده برومبت، انا عايز برزنتيشن كذا كذا، تقوم هوبا بتطلعها البرزنتيشن. وفي كل صفحه تقدر كمان الديزاينز والصور تكتب برومبت الدالي ومطلع لك صور من الدالي، فانت تقدر تعمل برزنتيشن كلها تك تك كده. بس دي زي ما قلنا عايزه برومبت انجينيرنج، فهي بتاخد شويه وقت ومهاره عشان تعرف تطلع منها نتيجه حلوه. في تول ثانيه ودي اللي انا بصراحه بستخدمها اكتر وقت، اسمها بيوتيفول دوت اي اي. ودي بتستخدم الاي اي بشكل مختلف، يعني هي ماشيه طريقه تكوين البرزنتيشن ماشيه على الطريقه اللي انت متعود عليها، كانك على باوربوينت او كينوت او جوجل سلايد، انت اللي بتعمل سلايدز. بس ما بتقعدش انت تديزاين سلايد، انت بتقول له انا عايز سلايد يبقى فيها هذا النوع من المعلومات، هو اوتوماتيك يعمل لك شكل سلايد مناسب للنوع من الداتا دي. ولما انت بتحط الداتا وتغيرها هو اوتوماتيك بيعيد ترتيب الداتا بشكل يخلي شكل السلايد حلو. فهو بيشيل من عليك مجهود وتفكير كتير ويخليك تركز على المحتوى اكتر. لكن بيستخدم الاي اي في انه يسهل الحاجات اللي مالهاش معنى.
وعنده تمبلتس كتير حلوه. وميزته عن تومي انه قادر سهل تتعلم بسرعه قوي، عكس تومي اللي بيحتاج شويه مذاكره. تومي مبهر اكتر وقادر تطلع منه حاجات مور كريتيف، لكن بيوتيفولي اسهل تطلع منه حاجه في الاخر كده يعني. ده بالنسبه للبرزنتيشن. من اليوز كيسز الهايله فشخ بالنسبه لي في الاي اي عامه، واللي الاي اي شاطر فيها اكتر من اي حاجه ثانيه، هي التلخيص. فكره تلخص حاجه، في كميه تولز هايله بتلخص اي حاجه. في تولز تديها فايل PDF تلخصه لك وتديك الملخص، وتقدر كمان مش بس كده تتشات معاها. يعني انت كانك اديت الدوكيمنت ده او الريسيرش دوت او الكتاب او وات ايفر لشخص ما يذاكره ويقراه، وانت تساله بقى الاسئله اللي عندك وهو يشرح لك بناء على اللي هو فيه. فاهم؟ فدي يوز كيس. تقدر تلخص المقال قدامك على الشاشه بدوسه. او ودي اكتر حاجه انا بستخدم فيها دلوقتي الاي اي، تلخيص فيديوهات اليوتيوب. ان انا مثلا عايز اقرا اشوف فيديو يوتيوب طويل شويه، او ايه داخل دايس على الزرار بتاع التول اللي انا بستخدمها وعامل لي سمري، اقرا كده السمري اشوف لا الفيديو ده يستاهل اتفرج عليه، لا هو كام نقطه حلوين كافيين جدا شوف. فده بيسمح لي اشوف فيديوز اكتر في عدد مساحه اقل. طيب ايه التولز دي؟ كاسبر تول مجانيه عباره عن كود اكستنشن. هي لو انت بتقرا اي ارتكل هتدوس زرار يقوم ملخص لك الموضوع. مش بس كده، هيطلع لك بتاع كده شات بوت على الجنب تقدر تتفاعل فيه مع بعض، تطلب توضيح لنقطه، يشرح لك حته معينه، تقول له طب اديني كاونتر ارجيومنت للنقطه دي عشان نشوف وجهه نظر مختلفه. فدي تول هايله، كود اكستنشن مجاني نزله. بالنسبه لليوتيوب برضه في اكستنشن اسمه يوتيوب سمرايز، بيعمل اللي انا قلته لكم ده بدوس زرار. وبشكل عام ككتابه انصحك تنزل وورد دي برضو حاجه عامله زي سويس نايف كده للكتابه، عباره عن مجموعه تولز بتساعدك تحسن اي حاجه بتكتبها عامه. فيها سمرايز، فيها الاديتور، فيها بارافريزر، عنب يعني كده. طيب في كده شويه حاجات اهي تولز سهله تسهل حياتك حتى في المكشف الليله دي. تعال نتكلم بقى شويه حاجات يعني روشه كده رايقه. موبرت ده تول فاشيخه، هي الطف تول تقدر تعمل بيها مزيكا بالاي اي غير ايفر اللي كانت بتعمل في الاول. ده بقى ينفع تستخدمه للبودكاست هحاول انا مش عارف الحق ولا لا او هعرف ولا لا، بس هحاول اطلع لي مقطوعه واحط في البودكاست دي برضه. عندك بقى للصور تولز بالهبل. عندك حاجه اسمها ايمج كالرايزر، تديله صور ابيض واسود قديمه يحسنها ويلونها لك. عندك الموف بي جي، بيخش اي صوره فيها باك جراوند يشيل الباك جراوند من عليه. عندك الايمج اب سكيلر، تديله اي صوره الكواليتي بتاعتها متوسطه اب سكيل يعلي الكواليتي بتاع الصوره. عندك ووتر مارك ريموف، يقدر يشيل اي ووتر مارك من غير على اي صوره. عندك اوكوي. عندك طبعا بقى بالنسبه للماركتنج في كميه تولز بقى بالهبل، بس انا ما استخدمتش برضه حاجات كفايه عشان انصحكم بحاجات، بس اكتر حاجات هي اوكوي وماركتنج بلوجز. ايه تاني انواع؟ ايه تاني؟ جوب سكان ده هي برضه عملت بيه ايه في الوقت الحالي. انت بتقدم على الوظائف ما بقاش اللي ما بينك وبين الوظيفه شرط مباشره، لا في تول حاجه اسمها ATS، هو الابليكانت تراكنج سيستم، اللي هو انت الابلكيشنز اللي بيستخدمها الاتش ار علشان يحللوا الداتا اللي جوه السي فيات بتاعتك ويرتبها بناء على الاحتياجات. فلقيت انك محتاج توبتمايز السي في بتاعك بناء على ATS. جوب سكان دي تول بتستخدم الاي اي علشان تظبط السي في بتاعك وتسكانه وتديك شويه تحسينات وتظبط لينكد ان بتاعك وحاجه سهله لذيذه. واخيرا في تول هايله اسمها tutor.ai. دي تول عظيمه تديها اي توبك سهل وربنا انت عايز تتعلم او عايز تعرف عن معلومات اكتر، دوس على الزرار تعمل لك كورس تذاكره بس كده بكل سلاسه، حاجه قمه الجمال. كفايه عليك كده الحلقه دي، ونرجع القصه دي في حلقه ثانيه علشان ايه ما تتوش مني وانا اقعد اضرب في تولز يعني. وفي المقال اللي قلت لكم عليه ده ان شاء الله لما اكتبه هحط لكم اللينك بتاعه، وهيبقى فيه نسيت حاجه مهمه، يا اهم تول القصه دي كلها، التول بتاعتي ماجيك ريسيبيز. دي يا سيدي تول انا عملتها كاول اختبار ليا لاستخدام الاي اي عشان اعمل حاجه بالاي اي. يعني عملت تول انت بتديها اختيارات غذائيه، بتقول انا عايز حاجه، انا عندي مكونات الغذائيه، انا عندي انجريدينتس في البيت، انا عندي تفاح وعندي موز وعندي لبن وعندي خيار،
وتقول له انا محتاج، انا باكل عايز وجبه هاي بروتين او وجبه كيتو او وجبه فيجن، وعايز وجبه تتعمل على السخن كده بس يعني تدوس عليها يطلع لك ريسيبي بالمقادير بالانستراكشنز، يقول لك تعملها ازاي. انا شخصيا بستخدمها كتير دلوقتي عشان اطلع وجبات مناسبه، وصفات مناسبه للكيتو بشكل عام او للهاي بروتين حسب انا ماشي على ايه. عظيمه، انا اللي عاملها في اكتيريا عظيمه الكلام. وعملت منها الفيرجن الثانيه تديك ايه ماكروز كمان لليوم كله، بس دي يعني لسه بعد كده شويه. وبكده نكون انهينا هذه الفقره الرئيسيه. في الفقره الجايه هنتكلم عن بعض الامور بقى الايه المتعلقه بالايثكس وعلاقته بالاي اي وتاثير ده على الابداع، وبعض المشاكل اللي لسه موجوده في الاي اي الحالي وبس يعني هتتحسن مع الوقت. جاهزين؟ يلا بينا. دورة الاي اي الحالية ما زالت نسبيا في مرحلة النمو، فشيء طبيعي جدا يكون لسه فيها مشاكل وفروقات كتير. في الفقرة دي هنستعرض بعض المشاكل او الكونسيرنز والحاجات اللي مسببة بعض القلق من الاي اي. مش هتكلم عن اجابات او حلول شهادات الارض خلاص، انا هرجع بس افتح دماغكم كده وافتح مساحة القصة دي وتعرفوا ان انا موجودة وتعرفوا الاسئلة المثارة يعني، وحد قدام توصيل اكتر بقى يبدا ريسيرش او يسال. اول سؤال او اول مبحث يعني في القصة دي هو الاخلاق والقانون. زي ما احنا عارفين الاي اي على المستوى العام ما زال حاجه جديده نسبيا يعني او جنرال يعني، وبالتالي القوانين المنظمه فيها لسه في طور التشكيل، والنقاشات والخناقات اللي بتحصل اليومين دول والداينامكس والباور وعلاقات القوه اللي بتحصل هي اللي في النهايه بتحكم بشكل القوانين اللي هتتصدر الاستخدام والاستفاده من بيع وشراء كل ما يتعلق بالاي اي. وده موضوع مهم للدوله لانه هيبقى ليه تاثير كبير علينا كلنا كافراد يعني. في بقى غير النقطة القانونية في كمان أسئلة أخلاقية وقلق أخلاقي كبير حوالين ال AI، زي مثلا خناقة الكريتيفز مع ال AI ارت حوالين الحقوق المستخدم الصور ولا أو الكوبي رايتس ولا مش من حقهم، والتعويض والكومبنسيشن والكونسنت والقصة دي. وده سؤال صعب وليه تفاصيل كتير، برضه هنحاول نفرد له حلقة يعني في نتكلم عن ال AI ارت. حاجة ثانية مهمة قوي قوي هي الجندر رولز والدايفرستي والانكلوجن. إيه الجندر رولز والدايفرستي والانكلوجن دي؟ بتاع ورا بعض. الداتا اللي مرر عليها اي موديل بتستخدم من على النت او بتستخدم من مكان ما يعني، فاي كميه داتا عملاقه عامه فيها حاجه اسمها انترنت بايس او انحيازات مدفون. يعني ايه؟ يعني لو بصيت على الانترنت بشكل عام، لو انت جربت تطلب من موديل رسم يرسم لك سي اي او، هيرسم لك رجل ابيض اربعيني شعره فضي شويه، عمره ما هيرسم لك ست كسي او، عمره ما هيرسم لك رجل اسمر كسي او مثلا. لو ضربت نيرس يرسم لك ست عشرينية لابسة لبس النص، عمره ما هيرسم لك راجل أو شاب أو عرب. لو طلبت أسرة يرسم راجل وست طفلين، أشياء من هذا القبيل. فممكن نتيجة هذه الانحيازات المدمجة جوه داتا، لأن هو ده منتشر مجتمعيا، ده يؤدي لبروباجيتنج انحيازات مجتمعية قديمة، لأنه الداتا الموديل نفسها متمرنة على داتا منحازة، وده ممكن يأثر على خاصة الناس اللي هي عندها داركر سكين تونز عامة أو الجامعات المهمشة بشكل عام. فإزاي؟ مثلا التجربة أثبتت إنه نظم الفيشل ريكوجنيشن اللي بتميز الوجوه واللي بيستخدم كتير قوي في أوروبا وأمريكا دلوقتي في السكيورتي سيستمز، وبيستخدمها الشرطة وكده في إن هو يتعرف على الأفراد مطلوبين وكده. اكتشفوا إنه أغلب التولز اللي بيستخدموها في الشرطه دي درجه دقه تحديد الافراد اللي بشرتهم غامقه قليل جدا، وده تسبب في ان نسبه كبيره من العمليات القبض الخطا على افراد بتكون على ناس من ذوي البشره اللي مش بيضاء. طبعا مش بيضاء فانت الداتا مش مظبوط عليه، وده مش متعمد، ولكن نتيجه ان الداتا اللي تم تمرين المودلز عليها وقتها كانت الافراد اغلبهم بيض البشره، فده عمل انحياز متضمن مفهوم جوه الداتا دي ادى لظلم ناس من جامعات. نفس الكلام في الاي ايز موديلز المسؤوله عن التعيينات مثلا وفلتره المتقدمين للوظائف وغيره، لقوا انه بعد تجربه في تحيز واضح من الاي اي موديلز دي ضد الستات والاقليات بشكل عام، وده برضه جاي من الحيز المتضمن في الداتا نتيجه ان الداتا اللي قرر عليها كان فيها كم اكبر من رجل ابيض. فلازم يبقى في علشان ده ما يحصلش يبقى في قواعد منظمه لايه الداتا اللي المودلز هتتمرن عليها
ويكون في جايد لاينز اخلاقيه ده، ونطلع بقواعد بتفلتر اي داتا قبل تمرينها على اي موديلز، علشان نحاول نتخلص من الانحيازات دي بشكل عام قدر المستطاع، او يبقى في سوبروايزد ليرنينج بعديها بشكل. فدي احد المشاكل اللي لسه موجوده في الاي اي. تاني نقطه هي برايفسي. مع انتشار الاي اي ومع الوقت اكتر واكتر في المجتمع، ده هيسمح للمتحكمين في المودلز دي اللي هي هتبقى شركات كبيره ان يبقى ليها اكسس لكميه داتا رهيبه عنك كفرد. فازاي احنا كافراد نحمي خصوصيتنا من القصه دي؟ ازاي الحكومه تقدر تساعدنا ان احنا نحمي نفسنا من الشركات الماليه دي؟ ازاي اصلا احنا قانون يحمينا احنا ويحمي حريتنا وخصوصيتنا من ان الحكومات نفسها تستغل ده؟ فدي برضه قصه كبيره تحتاج وقت ونقاش طويل على ما يبقى لها صح. مش بس كده، الاي اي برضه فتح علينا اسئله اكثر وجوديه، مش بس بقى متعلقه بالحريات والقانون وكده، لا متعلقه بطبع. يعني ايه فن؟ يعني ايه ابداع؟ هل اللي بيقدموا الاي اي ارت جنريتورز نقدر نعتبره فن ولا هو مش فن؟ هل هو ابداع ولا مش ابداع؟ طب ده ليه كوبي رايت؟ يعني لو انا دلوقتي استخدمت اي جنريتور اطلع ديزاين واستخدمته بحاجه، ده ليه كوبي رايت؟ اقدر اعمل لي كوبي رايت ولا مش حق اعمل لي كوبي رايت بما انه اي جنريتور طبيعي؟ طب ايه اللي ليه كوبي رايت؟ الناتج النهائي، البرومبت اللي استخدمته، خليط من الاثنين مع بعض. طب لو انا حطيت عليه تكست، قصه كبيره يعني لسه مش لا صح. ده جزء فيه معلش الماوس وقع لنا بقى. طب الاستفاده التجاريه يبقى شكلها ايه؟ طب اصحاب الداتا الاصليه ايه موقفهم في القصه؟ بس في نفس الوقت مهم برضه نبدا وجهه نظري الشخصيه نبص للاي اي جنريتورز او الاي اي موديلز عامه على انها ميديم ابداعي جديد هيدخل ناس جديده مساحه الابداع ده، ويساهم في ديمقراطيه الفن، ويعمق سؤال مين هو الفنان ومحتاج ايه عشان تبقى فنان، وايه هي الميديا للابداع وشكلها. على سبيل المثال عندك ميوزيشن مشهور اسمه بولي هندرسون استخدم اي اي جنريتيف فوكال بروسيسنج عشان يكريت ميوزيكال اكسبيرينس جديده. وماريو كلينجمان ده برضه ارتست مشهور استخدم الاي اي عشان يطلع ديجيتال ارت بيسز انوفيتيف جديده. واكشن ابتدى يبقى في العالم دلوقتي زي معارض للاي اي ارت. بس يعني علاقه الاي اي بالابداع قصه كبيره وعميقه وعايزه لها حلقه لوحدها وبتيجي قريب لان انا مهتم قوي يعني. وبهذا ننهي هذه الفقره اللذيذه ونخش على الفقره وهي الفقره المنتظره. هل الاي اي جاي قعدنا في بيوتنا؟ بنشوف. في 2013 طلعت دراسة من جامعة أوكسفورد ملخصها التالي: المتوقعين خلال 10 سنين 47% من الشغلانات العمال الأمريكان هياخدها الاي اي. ايه اللي نقدر نطلع بيه من الدراسة دي؟ ولا حاجة. ما حصلش حاجة، هو عدى 10 سنين في 2023 ولا الأول. فالتوقع مش حاجة سهلة، عدت 10 سنين وده ما حصلش. الاي اي والاوتوميشن بقوا جزء مهم من الشغل في كل مكان، لكن هل 50% من الناس اللي بتشتغل قاعدة في بيوتهم؟ ما حصلش. ده فرش. طب هل ده معناه ان الاي اي يعني ما مش تأثير؟ لا طبعا ليه تأثير كبير وعملاق وممتد ولسه مش فاهمين. ولسه ما نقدرش نتوقعه، وهيغير سوق العمل بشكل كبير زي ما اوبر مثلا غيرت سوق التاكسي. يعني اكشن لا اكبر من كده كمان. زي ما اختراع القاطرة البخارية غير مسار الصناعة. ده من وجهة نظر الشخصية طبعا هي خاطئة يعني. فقبل ما ابدا في الفقره دي عامه انا قعدت اقرا تقارير كتير قوي تعرض انبساطات مختلفه على تاثير الاي اي على سوق العمل المتوقع وايه اللي هيحصل وايه اللي فات. والحقيقه ملخص اللي طلعت بيه محدش عارف حاجه. يعني في محاولات كتير للبريدكشن ايه اللي هيجرى لكن ما حدش عارف. لسه شويه على ما يبتدي يبان لنا بالظبط تاثير الاي اي. ولكن انت مش عارف اي حاجه احنا عارفينها والموضوع ملط خالص. لا في شويه حاجات واضحه. واسمحوا لي هتفلسف سنة كده يعني، بعدين نتكلم في آراء الشخصية في الموضوع بناء على تجربتي ومشاهداتي الشخصية. جبت تابع يعني الموضوع ده كويس والتقرير النهائي. أولا في بعد اجتماعي مهم في القصة دي. أوكي؟ ليه؟ لما الأوتوميشن بدأ يحصل وبدأ ياخد المكن، ابتدى ياخد مكان عمال المصانع وغيره، ما كانش في نفس الدوشة بتحصل دلوقتي غير من بعض الناس المجتمع بيقولوا. ليه؟ وليه الاي اي عامل دوشة كبيرة؟ لأنه باختصار It's coming for you يا أصحاب الياقات البيضاء. عكس اللي كان متوقع إن ال AI وتطور الأوتوميشن الناس كانت متخيلة إنه هيجي يشيل من تحت، هيشيل الشغلانات اللي هي مش محتاجة مهارة ولا خبرة، وبالتالي الطبقات بتاعت الصفة واللي عندها خبرة تقنية أو دراسة جامعية ما هياش بخطر. اتفاجئنا وجالنا لا مؤاخذة من فوق. ال AI جه للناس
اللي في الطبقات، عشان كده عاملين دوشه. فده بعض المهم اجتماعي ان احنا، وان كان مش معناه انه يعني الطبقات الاقل مش تتاثر، بالعكس الاوتوميشن هيشيل من العماله غير مدربه اكتر بكتير، وده من وجهه نظري هيخلق سبيشالي في الدول اللي زينا مشكله كبيره، لانه اعاده يعني تاهيل العمالات الغير مدربه دي على الشغلانات اللي بتروح ان هي تخش شغلانات ثانيه ممكن يكون هيحصل في دول متقدمه، لكن عندنا هيزود معدلات الفقر ويعمل بلاوي يعني. بس طبعا اتمنى نكون بنخبر مش فاهم حاجه يعني. طيب هل معنى ده انه نبقى لا، زي ما قلت من شويه دي الديسربتنج تكنولوجي وهتعمل فرق تغيير كبير، بس اول حاجه وده واضح جدا دلوقتي مش بالسرعه اللي الناس متخيله. تقرير 2013 كان متخيل ان خلال 10 سنين 50% هيادوبت ده ولا الهوا. الحقيقه ان كل السيرفيس والدراسات الحاليه اللي انا شفتها بتقول ان الادوبشن بتاع مؤسسات خاصه الكبيره في الحجم ما زال ضعيف وبطيء جدا. يعني الشركات او المؤسسات اللي فعليا قررت تراهن على الاي اي عددها قليل جدا، وفي صناعات محدده جدا. فالموضوع لسه هياخد وقت، لان المؤسسات دي دايما بطيئه في التغيير ودايما بطيئه في انها تدوب للتكنولوجيا الجديده وبتخاف من الريسك وحاجات تانيه كتير. فالموضوع هياخد وقت اطول من اللي انتوا او اللي الناس متخيلاه في ان الاي اي يخش يركب وياخد ايه التاني. ولو كان طبعا للميدل ايست بقى الموضوع هيبقى ابطا طبعا، يعني الموضوع مش محتاج، يعني هنا لسه مش عارفين يعني ايه اوتوميشن، وعندنا شركات يعني كبيره ومشهوره عامله الجوريثمات عباره عن اف ايلز ورولز وحاجات تعبانه جدا ومسميها الاي اي، وكان الله بالسر عليهم يعني. ودي من الشركات اشتغلت فيها شخصيا وشفت ده بعيني يعني. ده غير ان الافراد، معرفه الافراد هنا بالقصص دي باتل ويعني، ومش بس في الميدل ايست بالمناسبه. يعني انا شغال دلوقتي مع شركه في فرنسا وانا بعمل حاجات في الاي اي في الشغل بتاعي وبوريهم الاوتبوت اللي ممكن يطلع من الاي اي، ما زالوا بينبهروا، هو عادي. فانتشار الموضوع في اسواق العمل ما عدا يمكن في حتت محدده يعني ما زال لسه. هل مش هينتشر؟ لا هينتشر، ده شيء ما فيهوش نقاش، ولكن لسه شويه، يعني هياخد شويه وقت. وده كويس ليه؟ لان انت عندك وقت تستعد وتجهز نفسك. وزي ما قلت في تويتر من التويتات النادره الفيراليتي يعني، انه على الاقل على المدى القريب المتوسط الاي اي مش هو اللي هياخد مكانك، الناس اللي بتستخدم الاي اي هي اللي هتيجي تاخد مكانك. والحقيقه يعني بيننا وبين بعض اغلب الناس اللي بتشتغل المفترض انها ماهره في المنطقه العربيه ممكن خلاط ياخد مكانك، مش محتاج يعني اي اي عشان ياخد مكانك. يعني مستوى ميديوكرتي الواحد شافه في الشغل في المنطقه العربيه حاجه مرعبه سواء كبار او صغيرين. فحبيبي انت ما تخافش من الاي اي، انت خاف من الخلاط، انت اي مكنه بالكهرباء ممكن تاخد مكانك. فطور نفسك كده واهتم عشان يعني يبقى في امل فيك. ملخص في 5 نقط بناء على فهمي الشخصي يعني للي انا قريته، انه هي دي اللي الاي اي هيكون ليه فيها تاثير كبير الفتره الجايه ومحتاج تركز معاها وتبقى صاحي وواعي دلوقتي. اول نقطه شغلانات الاي اي نفسه خلق شغلانات جديده وسكيلز جديده بقت مهمه، خاصه في الحقول العلميه زي الاي اي والداتا ساينس والماشين ليرنينج، وبقى عليه طبق كل يوم والتاني شركه اي اي جديده تطلع، وده وقت مناسب جدا ان انت تخش العالم ده لو بتفكر، لانك لو اتاخرت خلاص الدنيا دي هتتشبع. ولو زي ما حكيت لكم عن البرومبت انجينيرنج سكيل جديده بقت مطلوبه. تاني حاجه الاوتوميشن فاضل. مع ثوره الاي اي الاوتوميشن العادي كان بيستخدم الرولز والاف هياخد زقه هو رقم ويبتدي يزيد، وبالتالي الشغلانات المعتمده على روتين زي الداتا انتري وكاستمر سيرفيس وبعض اجزاء الصناعات والشغلانات المعتمده على تحليل الداتا زي الفاينانشال اناليسيس والداتا اناليسيس والشغلانات في مجال الماركت والاعلانات هتبدا تتغير بشده، واحتمال مع الوقت بعضها يختفي قوي. شغلانه مثلا زي بروف رايتنج بالتقنيات اللي موجوده حاليا بعيدا عن العربي بما ان لسه الاي اي في العربي ضعيف شويه، بس شغلانه زي بروف رايتنج في الانجليزي مثلا ممكن تلغيها تماما وتحط مكانها تي، مش محتاج انسان يعمل بروف رايتنج للتكست بتاعك، خلاص الموضوع ده انتهى. اوكي. ثالث نقطه هي ريسكيل اند اب سكيل. يعني ايه؟ الشغلانات اللي هتفضل اللي مش هتتاثر هتتغير، فلازم تبدا من دلوقتي تتعلم التولز بتاعت الاي اي وازاي تستخدمها، لان المهارات دي هتبقى مطلوبه اساسيه، هيبقى مطلوب منك تبقى تك سافي اكتر وفاهم اوتوميشن وعارف ازاي تستخدم الاي اي في تنفيذ وتطوير المهام بتاعتك وتعلي الانتاجيه بتاعتك، ولو ما عملتش ده هتقع في الخروره ومحدش هيسمع عليك. فمحتاج ان انت تاب سكيل، تعلي السكيلز بتاعتك وتري سكيل، تعيد فهم السكيلز اللي عندك
وتعمل او تغير الريكوايرمنتس. يعني ايه؟ الشغلانات اللي بتبدو حتى مالهاش علاقه بالاي اي هيبقى مطلوب فيها انك تكون بتعرف تستخدم الاي اي. رقم 5، زياده الحاجه للهيومنز. على الجانب الاخر بقى هيحصل العكس، مع زياده اعتماد المؤسسات مع الوقت على الاي اي في العمليات الروتينيه. المهارات الاساسيه زي التفكير الابداعي والايموشنال انتليجنس والتفكير النقدي والكريتيكال ثينكينج هتبتدي تبقى عامله نادره، وهتزيد قيمتها وهتبقى اهميتها اكبر من المهارات التقنيه اللي هتبتدي تبقى مرتبطه وموجوده اكتر. واخيرا ودي حاجه يعني انا نصيحه شخصيه من تجربتي الشخصيه ومن اللي انا شايفه، كل ما قدرت ان انت دلوقتي حالا بدري تبقى انت الشخص اللي داخل لمجال عملك او لشركتك او لشغلك الاي اي، وتبقى انت الاي اي تشامبيون في الشركه اللي الناس اللي هيعيد تطوير المكان باستخدام الاي اي، كل ما انت في المكان اللي انت فيه هتعمل، كل ما فرصك هتزيد، كل ما انت هتبقى سابق اللي جنبك واللي حواليك. فدي فرصه اكتر ما هي حاجه تخوف ان انت تاخد الاتش وترجع. ان انت افهم، ذاكر، تعرف يعني ايه اي اي، وخش تركب القصه دي عندك في الشركه، وحاول تفهم في البيزنس بتاعكم الاي اي ممكن يبقى مفيد ازاي، وازاي انت اللي تدخل ده. فهل المفروض تخاف؟ لا، لا تخاف ولا تحذر. وعامة في موقع لطيف كده اسمه اي اي تيك ماي جوب، هحط اللينك بتاعه، تقدر تخش تكتب التايتل بتاعك، هيطلع لك شويه تقارير كده على الموضوع واحتمالات للاوتوميشن وريسك الاستبدال والتغيير اللي بيحصل في الشغلانه وبتاع، لطيف جدا جدا، تخش تشوف. بص، الاي اي زي ما قلنا كده هيغير سوق العمل، مش هيغير، هو هيغيره. فانت محتاج تبقى حرك ومرن وعندك استعداد سريع للتكيف مع الوضع الجديد، وتبدا من دلوقتي تشتغل على مهارات جديده واساليب جديده. واللذيذ يا معلم ان الاي اي نفسه هيساعدك تعمل ده بصوره اكبر من زمان. لو فاكرين كلامكم على تويتر الاي اي هتخش تكتب حاجه ماشين ليرنينج هيطلع لك كورس على ماشين ليرنينج، وكونك بتسمع الحلقه دي بدايه كويسه، معناها ان انت مهتم وعايز تعرف وعايز تفهم، وهوبفلي تبقى بدايه هايله ليك ان انا اكون فتحت لك السكه، تشوف الحياه رايحه فين وتبدا تشتغل على نفسك، تطور ادائك للمرحله الجايه اللي انا شخصيا وضعت في شخصيتي المتشائمه متفائل بيه، وشايف ان الاي اي كوسيله بقت متاحه للافراد ممكن تنتج عالم جديد الافراد فيها عندهم قوه اكبر من مؤسسات كبيره كانت موجوده قبل كده، وقادرين ان هم يعملوا ثورات وفروق علميه وابداعيه باستخدام تولز ما كانتش عمرها متاحه قبل كده وعمرها ما كانت في ايد الافراد، وبقيت يعني مهووس بشئت ان اجرب واتعلم كل ما يتعلق بهذه التقنيه. انا عندي بتاع 500 تابه مفتوحه متعلقه بالاي اي طول الوقت. فكره ان انا دلوقتي قدرت اعمل لكم مزيكا واعمل ساوند اديت للحلقه واكتب اوتلاين في مده قصيره واطلع ديزاين للحلقه، كل ده حسب الحاجات اللي في خيالي وفي مده قصيره، حاجات عمري ما كنت اعرف اعملها. كوني قادر اعمل بوستر شكله فنيا حلو للبودكاست و800 حاجات ممله في شغلي، واعمل تقول تعمل لي وجباتي بسكريبت بالبايثون ده ما اعرفش ايه هو اصلا، مش عارف يعني ايه بايثون، كلها حاجات بالنسبه لي اكسايتنج واي كانت ويت اشوف هقدر اتعلم اعمل ايه تاني. فعلى المستوى الشخصي بقول لكم نصيحتي ليكم، اتحمسوا للي بيحصل، حاولوا تشوفوا البوتنشال والفرصه اللي بتتفتح قبل ما تتخضوا تشوفوا الخوف والرعب من المستقبل، وكده كده كلها على الله يعني. وبس.